مش لازم تكون بتبيع منتج أو سلعة عشان تحتاج تتعلم فن البيع. اللي انت ما تعرفوش اننا كلنا شغالين في مجال البيع طول الوقت، حتى من غير ما نحس. سواء بقى كنت بتبيع منتج معين أو بتبيع فكرة في كتاب، أو بتبيع رأيك لأصحابك عشان يقتنعوا بوجهة نظرك، أو بتبيع مهاراتك وشهادتك في الانترفيو وانت بتقدم على الشغل، أو بتبيع إمكانياتك وطموحاتك ويمكن كمان مشاعرك وانت رايح تتقدم للجواز. فالبيع مهارة بنحتاجها طول الوقت، لأن زي ما قلنا قبل كده فن البيع هو فن الإقناع، والإقناع هو فن التعامل. أول حاجة محتاج تتعلمها في فن البيع هو إنك تكتشف اللي قدامك عايز إيه وإيه اللي هو محتاجه. يعني مثلا لو أنت مسؤول بيع في معرض سيارات، فأكيد مش هتقعد تحكي عن مزايا كل العربيات اللي عندك لكل عميل يدخل عليك. لازم الأول تسمع منه وتفهم وبعدها تتكلم، لأن احتياج الشباب غير احتياج الستات غير احتياج العيلة. ومش لازم تركز على المزايا اللي عجباك انت، ركز على اللي ممكن يعجب العميل. خليك فاكر، انت لما بتصطاد بتستخدم الطعم عشان السمك بيحبه، مش انت اللي بتحبه. في ناس عندها المهارة دي بالفطرة، زي الشحات اللي بنقابله في الشارع. هتلاقي تعامله بيختلف على حسب مين اللي بيعدي عليه. لو واحد رايح الشغل يقول له ربنا يوسع عليك ويرزقك، ولو انت ماشي ومعاك ابنك يقول لك ربنا يفرحك بيه، ولو انت طالب يقول لك ربنا يوفقك وينجحك، ولو معاك مراتك يقول لك ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها. دي ابسط حاجة في فن البيع، انك تعرف اللي قدامك عايز ايه وتحاول تحقق له ده عن طريق الحاجة اللي انت بتبيعها. طيب لو انت فهمت العميل محتاج ايه بس انت ما عندكش المنتج اللي تقدر تقدمه، تعمل ايه؟ تعال نرجع تاني كده نشوف مسؤول البيع بتاع معرض السيارات، ونشوف هيتصرف ازاي مع عميل جاي يسأل على عربية دفع رباعي وهو ما عندوش. مسؤول البيع هنا هيعمل حاجة من اتنين، يا اما هيعتذر ويقول له لا والله يا فندم ما عنديش ويريح دماغه والعميل يمشي، يا اما هيحاول يعمل ناصح ويقول له لا ده انا عندي حاجة احسن تعالى اوريها لك، والعميل هنا هيحس انه عايز يبيع وخلاص وهيمشي برضه. طيب المفروض يتصرف ازاي؟ المفروض هنا ان مسؤول البيع يحاول يكتشف الدافع اللي ورا حاجة العميل دي، ويسأل العميل سؤالين. اول سؤال، ليه؟ ليه انت عايز عربية دفع رباعي؟ فلو راجل كبير مثلا وعنده عيلة، ممكن يكون الدافع بتاعه الأمان والحجم الكبير. ولو واحدة ست، ممكن يكون الدافع بتاعها إنها عالية عن الأرض وسواقتها سهلة. ولو شاب، ممكن يكون الدافع بتاعه المظهر وقوة الأداء. وبعد ما يسمع منهم يبدأ يفكر في البديل اللي موجود عنده واللي ممكن يمشي مع الدافع بتاع العميل، بس من غير ما يطرح أي بدائل. يسأله السؤال التاني، لو أنا قدمت لك بديل فيه كل اللي أنت طلبته، تحب تشوفه؟ فنرجع للراجل اللي بيدور على الأمان والحجم الكبير ويقول له، لو قدمت لك عربية واسعة فيها مساحة تخزين كبيرة وست ايرباك واي بي اس ويو اس بي، ده ممكن يوفر لك اللي انت بتدور عليه. ويسأل الشاب اللي بيدور على القوة والمظهر ويقول له انا عندي عربية 150 هورس باور فيها جنوط سبور وساوند سيستم وفتحة سقف، تحب تشوفها؟ طيب لو افترضنا انك قابلت عميل ما عندوش موتيف، مفيش عنده دوافع محددة، ده التصرف معاه يكون ازاي؟ هنا هتحاول انت تخلق مشكلة للعميل وتقدم له الحل بعدها، وده بيتم في 3 خطوات. بنشوف واقع وحقيقة موجودة ونطلع منها مشكلة، وبعدها بنقدم الحل. نشوف مثال عشان نفهم. لو انت مندوب بيع في شركة عقارات وبتتواصل مع عميل بيسأل على الكومباوند الجديد بتاعكم، هو مهتم بالمكان بس مش فارق معاه اذا كانت متشطبة ولا لا. فانت ممكن تقول له، انت عارف طبعا ان معظم الشركات بتسلم نص تشطيب وكل واحد بقى بيشطب براحته وقت ما يحب، ودي حقيقة فعلا انت ما كدبتش. كمل بقى وقول له، ايه رأيك بقى في شكل العمارة كل ما يجي حد يشطب شقته؟ ده غير الدوشة والإزعاج اللي بيسببه العمال وهم شغالين. وازاي انت تقدر تأمن على عيلتك وعلى شقتك والعمال طالعة نازلة طول اليوم؟ انت كده عملت له مشكلة،
كمل بقى وقول له عشان كده انت لازم تشتري في مكان آمن يكون فيه كل الوحدات متشطبة وجاهزة، وده اللي بيوفره الكومباوند بتاعنا. وانت كده بتقول له ده الحل. مثال تاني نشوف بيه طريقة بيع المشكلة والحل بشكل واضح، وهو إعلانات فلاتر المية، لما بيوريك إزاي مية الشرب من الحنفية بتبقى ملوثة، وإن الحل بيكون استخدام فلتر مية بجودة عالية زي اللي أنت بتقدمه. في طريقة كمان ممكن تساعدك على اكتشاف حاجة أي عميل بتتعامل معاه، وكمان تعرف المشاكل اللي عنده عشان تحاول تحلها. الطريقة دي اسمها سبين تكنيك. الطريقة دي عبارة عن مجموعة أسئلة بتتقسم كالتالي: Situation Questions عشان تقدر تجمع معلومات عن الوضع الحالي وتعرف ازاي تتعامل معاه بشكل سليم. Problem Questions هتساعدك تلاقي المشكلة موجودة عند العميل في الوضع الحالي. Implication Questions هتاخد المشكلة اللي انت لقيتها وتضخمها وتكبرها من غير ما تجيب سيرة المنتج بتاعك، ركز بس على مصلحة العميل. Need Shaping Questions هنا بقى تقول له لو انا قدمت لك حل للمشكلة دي تتعامل معايا؟ تعال نشوف نطبق الطريقة دي ازاي. مثلا تسأل العميل الشركة اللي بتورد لك المنتج الحالي اخبارها ايه في التعامل، وبتورد كام مرة في الشهر، وحجم استهلاكك الشهري قد ايه؟ هيقول لك مثلا ان كل حاجة تمام وهو مبسوط جدا معاهم، بس هما بيتأخروا في التوريد احيانا، او ان الدعم الفني مش قد كده. تبدأ انت تقول له طبعا تأخير يعني عطلة وقت، انت ممكن تتأخر في الانتاج او تتأخر في التسليم، او مثلا لا قدر الله تتعرض لشرط جزائي مع العملاء بتوعك وتفقد جزء من العملاء. وبعد كده تقول له طب ايه رأيك لو وفرت لك منتج بنفس الجودة مع التزام تام في مواعيد التوريد والصيانة وتعهد بتحمل اي خسائر ممكن تحصل لك نتيجة اي تقصير من طرفنا. تفتكر ايه هو اصعب سؤال في اسئلة السبين تكنيك؟ السؤال الاصعب هو السؤال التاني، عشان العميل فعلا ممكن يكون مرتاح مع المنتج الحالي وما عندوش اي مشاكل معاه. هنا هتستخدم ما يسمى بنظرية المسطرة وتسأل العميل طيب انت ممكن تقيم رضاك عن الوضع الحالي او الخدمة بكم من 10؟ في السؤال ده احنا بنعتمد على طبيعة النفس البشرية اللي هي من الصعب انها تشعر بالرضا التام. فلو حد راضي جدا عن المنتج وعن التعامل هيقول لك 9 من 10، بس انت مش عايز اكتر من كده. قول له طب الواحد الناقص ده ناقص ليه؟ ايه اللي انت محتاجه عشان تكون راضي بنسبة 100%؟ هو كده زنق نفسه، فهيحاول يلاقي اي سبب حتى لو اتلكك، ودورك بقى انك تطلع مشكلة من السبب ده ممكن تأثر عليه. نوع تاني من البيع وهو بيع المنافع، واهم حاجة هنا ان انت يكون عندك ميزة تنافسية Unique Selling Point، يعني ان المنتج بتاعك يكون فيه ميزة مش موجودة عند باقي المنافسين. نشوف مثال. فاكرين اول لما مناديل وايت نزلت السوق؟ عشان تقدر تنافس الاسماء الكبيرة اللي موجودة كان لازم تقدم ميزة تنافسية. بصراحة الشركة نجحت جدا انها تقدم اكتر من ميزة، زي انها عملت مناديل للعربية ممكن نحطها مكان الكاب هولدر بدل ما كل شوية تتزحلق وتقع من على التابلو، او ان هي تحط لاصق على اول منديل عشان تقدر تسحبه لوحده بسهولة بدل ما تسحب كمية وترمي الباقي، او انه يعمل لك جزء شفاف في اسفل العلبة كرتون عشان تعرف انها قربت تخلص بدل ما تتفاجئ ان هي خلصت، او يعمل جزء لامع على منديل الجيب ويقول عليها مراية. كل الحاجات دي افكار بسيطة لكنها قدرت تديها ميزة تنافسية وتتفوق على كتير من المنافسين في السوق، لأن مفيش حد ممكن يغير المنتج اللي اتعود عليه إلا لو قدمت له ميزة مش موجودة فيه. طيب لو المنتج بتاعك ما فيهوش ميزة تنافسية صريحة، هنا هنلجأ لطريقة اسمها فاب سيكونس عشان تقدر تطلع من خصائص المنتج مزايا ومنافع تهم العميل. فمثلا مندوب البيع بتاع معرض السيارات لما يقول العميل ان العربية دي فيها نافيجيشن او GPS، دي خاصية موجودة في العربية، يطلع منها هو بقى المنفعة اللي ممكن تعود عليه. يعني يقول له ان انت مش مضطر تفتح الGPS على الموبايل وانت سايق وتركز اكتر مع الطريق،
أو إن العربية دي فيها ESP والمنفعة هنا أمان أكتر ليه ولأسرته. آخر حاجة في بيع المنافع هي إنك تتأكد إن المنفعة اللي أنت بتحاول تبيعها للعميل تهمه أو هتفرق معاه، لأن أنت ممكن تكون عمال تشرح في المنافع اللي هتعود على العميل وهو مش مهتم أصلا. زي إنك عمال تشرح للعميل عن مزايا شاحن عربية سريع جدا وبيشحن الموبايل تقريبا في نص الوقت عن الشاحن التقليدي، والعميل أصلا ما عندوش عربية. فعشان تقدر تعرف ده اسأل العميل وانت بتتكلم معاه، مش دي حاجة مهمة تفرق مع حضرتك؟ مش دي حاجة ممكن تساعدك في شغلك؟ وخلي بالك وانت بتتكلم مع العميل انك ما تبالغش في الوعود اللي انت بتقدمها، لان ده هيعود عليك بالسلب. مثلا لو انت رحت للميكانيكي عشان تصلح عربيتك وسألته هتخلص امتى، قالك الساعة 2، وانت رحت الساعة 2 لقيته لسه ما خلصت، هتزعل. 2:30 هتزهق. 3 هتبدأ تتخانق معاه. لكن لو هو في الأول قالك هتخلص الساعة 5 ولقيته بيكلمك الساعة 3 يقولك تعالى استلم عربيتك، هتكون مبسوط جدا وهتقول عليه ده راجل شاطر ومحترم، وهترشحه كمان لناس تانية، على الرغم انه في الحالتين خلص الساعة 3. عشان كده البياع الشاطر هو اللي بيوعد قليل ويقدم كتير. وكده بنكون خلصنا، ولو عندك أي تعليق ياريت تسيبه في الكومنتس، ونتقابل قريب إن شاء الله.